ازيكم عاملين ايه طلاب في الصف الثاني الاعدادي معانا؟ النهارده حل جرامر الوحده الاولى عندنا اللي هي اليونت 7، اللي هي الاول واحده في الترم الثاني. طبعا هو هنا النظام جديد لنظام الجرامر. طبعا هو نظام كان متطبق في الترم الاولاني، ولكن الترم الثاني بشكل اكبر هو سؤال الري رايت. انت تعد صياغه الجمله، انت تعمل اعاده صياغه للجمله كامله عن طريق الحاجه اللي هو بيديلك من الاقواس. طيب سريعا كده تعرفها من الجرامر عندنا بيتكون من عن ايه، وبعد كده ننزل نشوف الحل. طيب عندنا اول حاجه صيغه الامر اللي هو اسمه الامبريتيف. طبعا عايزك تركز معايا، بس هو درس سهل خالص سريعا كان نشرحه. امبريتيف اللي هو الامر. احنا عندنا في الامر نوعين: امر مثبت وامر منفي. طب الامر المثبت هو الامر بيجي في صيغه المصدر، زي ما اقول لك sit down اجلس، stop talking توقف عن الكلام. اخدت بالك كلمه sit وكلمه stop؟ الفعل في المصدر بدون اي اضافات. بس انا في اوامر او باجي اديك ايه نصيحه، مثلا انا اقول لك ايه drink more water اشرب ميه اكتر، بديك نصيحه بصيغه الامر. go to bed early روح للسرير بدري، دي نصيحه بصيغه الامر. او تعليمات اللي هي instructions. turn on the computer اغل ايه شغل الايه الكمبيوتر، او اقول لك open your book إيه افتح الكتاب. دي كلها اسمها صيغه امر، يعني بامرك عن حاجه ممكن تيجي بمعنى اوامر او نصيحه او تعليمات. يبقى اول نوع هو الامر المثبت. طيب تاني نوع عندنا هو الامر المنفي، وركز معايا فيه. الامر المنفي عندنا بنفهم بكلمه اسمها don't. خلي بالك كلمه اسمها don't run, don't be late, don't talk in the library. طبعا كل ده اسمه امر منفي بيتنفى بكلمه اسمها don't. وفي كلمه تانية اسمها never. خلي بالك بقى من الحته دي. عندك كلمه كمان اسمها never waste your time، ما تضيعش وقتك. يعني افهم من كده ان انا عندي في النفي don't و never، والاتنين بيساووا بعض. تمام، وبيجوا وراهم الفعل في المصدر. طيب تعال نكمل. عندنا should و shouldn't اللي هي لإعطاء الإيه النصيحة. تمام، بنستخدمها لإيه؟ إن بدي نصيحة. ينبغي أن أو لا ينبغي أن. لما أقول لك you should plan your day خطط لليوم بتاعك، أقول لك you should respect your school rules تحترم قواعد المدرسة. طيب، طب في النفي اللي هي النيجاتيف، صيغة النفي طبعا هي عندك shouldn't، وبيجي وراها ايه طبعا should أو shouldn't بيجي وراهم الفعل في المصدر. shouldn't دي معناها لا ينبغي أن، ما ينفعش إنك تعمل كده. بقول لك you shouldn't spend too much time on screen، ما تقعدش وقت كتير على الشاشة. دي نصيحة بصيغة النفي. you shouldn't talk in the library، ما تتكلمش في الايه في المكتبة. طيب، ممكن تيجي في هيئة السؤال اللي هو should we take a break، يجب أن ناخذ ايه اللي هي الاستراحة. طبعا كل ده بيجي ورا الفعل فين في المصدر. طيب تعال نشوف جزء الحل عندنا المهم، صفحة 22. أول حاجة بيقول it is a good idea to eat breakfast before school. فكرة كويسة احنا ناكل في الفطار قبل المدرسة. عايز احط كلمة should اللي هي موجودة عندك في الآخر، هتبقى you should eat breakfast before school. طبعا نجيب قبلها you، يبقى you should. تمام. تمام، احنا قعدنا إعادة صياغة للجملة بكلمة should. الموضوع سهل خالص وبسيط، في حاجات بنحذفها ونكمل بقية الجملة عادي. طيب it isn't good to forget your homework، مش كويس انك تنسى الواجب. عايزين نحط كلمة don't نفي بصيغة الأمر، يبقى نقول don't forget your homework، ما تنساش الواجب بتاعك. طيب don't say don't stay up late every night، هنا عايز احط كلمة shouldn't، يبقى you shouldn't stay up late every night. طيب الكلمة اللي بعدها الجملة رقم 4: if I were you، لو أنا مكانك I would ask my teacher for help. يبقى دي النصيحة، عايز نحط كلمة should، يبقى you should ask your teacher for help، تسأل المدرس بتاعك عن المساعدة. طيب السؤال رقم 5: don't talk when the teacher is explaining. عايزين نحط كلمة shouldn't اللي هي الايه لا ينبغي أن، يبقى you shouldn't talk when you teacher is explaining. طبعا في كلمة teacher هنا محذوفة، معلش يعني ايه نضيفها عندنا، يبقى you shouldn't talk when your teacher is explaining، ما ينفعش تتكلم والمدرس ايه بيشرح. طيب نكمل عندنا. it is important to wake up early to be able to catch the school bus. عايز نحط كلمة should، يبقى you should wake up اللي يجب أن تصحى بدري to be able to catch the school bus إنك تلحق أتوبيس المدرسة. طيب رقم 7: don't forget to check your timetable every morning. اتأكد انك ايه ما تنساش انك تتأكد من جدول المواعيد بتاعك الصبح. عايز احط كلمة remember، يبقى هنا عايز يبدأ بأمر مثبت، يبقى remember to check your timetable every morning.
طيب نكمل عندنا صفحة 23. السؤال الثامن بيقول you shouldn't eat in the class. ما ينفعش تاكل في الفصل. عايز احط كلمة don't، يبقى don't eat in the classroom. طيب don't be late for school. لا تأخر على المدرسة، يبقى never. يبقى never be late for school. طبعا احنا ما غيرناش حاجة، احنا شلنا don't بس وحطينا never. ليه؟ لأن احنا قلنا never بتساوي كلمة don't. if I were you I would make a study plan. يبقى يقول له you should make a study plan. لازم تعمل ايه؟ خطة او اللي هو جدول او جدول مثلا للمذاكرة. طيب عندنا كلمة shouldn't. السؤال رقم 11 don't talk loudly during class time. بيقول له ما ينفعش انك تتكلم بصوت عالي في الفصل. عايز نحط كلمة shouldn't، يبقى you shouldn't talk loudly during class time. طيب نكمل عندنا السؤال رقم 12 it's important to organize your time wisely. عايز نحط كلمة should، يبقى you should organize your time wisely. اعتقد الموضوع بقى سهل انك تحط should او shouldn't او don't او never. الموضوع بقى سهل خالص، والتركيب الجملة او سؤال الري رايت بقى اسهل. احنا متعودين عليه من الترم الاولاني، ولكن الترم التاني عندكم بشكل واضح هيبقى عبارة عن كده. طيب 13 my advice is to have a study timetable. عايز نحط كلمة should، يبقى you should have a study timetable. طيب نكمل it's important to do your homework on time. عايز نحط كلمة should، يبقى you should do your homework on your time. لازم تعمل الواجب في الوقت الايه بتاعه. don't touch the stuff. يبقى نحط كلمة shouldn't، يبقى you shouldn't touch the stuff. طيب نكمل عندنا. خليكم معايا. طبعا لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك واعمل شير لزمايلك عشان يستفادوا بالشرح والحل بتاعنا ويعرفوا ازاي يحلوا الطريقة الجديدة. طيب you shouldn't forget your notes on the bus. عايزين نحط كلمة don't، يبقى don't forget your notes on the bus. 17 it is a good idea to help others when they need support. عايزين نحط كلمة should، يبقى you should help others when they need support. طبعا كلمة when عندي متكررة معلش مرتين. طبعا الحاجات دي كلها تعمل الكيبورد. طيب 18 it isn't advisable to talk in the library. هنحط كلمة shouldn't، يبقى you shouldn't talk in the library. متتكلمش في طبعا المكتبة. never laughed at your friends. متضحكش على أصدقائك. عايزين نحط كلمة don't، يبقى don't laugh at your friends. طيب نكمل عندنا if I were you I would work hard. أنا لو مكانك هشتغل بجد. عايزين نحط كلمة should، يبقى you should work hard. 21 drink a lot of water on hot days. لازم نحط كلمة should، يبقى you should drink a lot of water on a hot days في أيام اللي حر. don't eat unhealthy food. لازم نحط كلمة shouldn't، يبقى you shouldn't eat unhealthy food. ما ينفعش تاكل ايه طعام غير صحي. you should play with matches. هنحط كلمة don't، يبقى don't play with matches. طيب نكمل عندنا. بيقول it is better to do some exercise. نحط كلمة should، يبقى you should do some exercise. you need to come to school early. تيجي المدرسة بدري. نحط كلمة should، يبقى you should come to school early. كده وصلنا لحد نهاية الفيديو. عندنا حاليا صفحة 22 و 23 على الجرامر، وشرحنا شرح سريع. لو انت لسه مش مشترك اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل فيديو جديد ننزله.